خلينا نتفق إن الموت ده هو الحقيقة الوحيدة في الدنيا، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عارف أجل كل واحد فينا. بس علماء الدين قالوا إن الإنسان ممكن يحس بموته قبلها ب40 يوم. تخيل إن في علامات بتيجي زي أحلام مرعبة وإحساس داخلي، بس مش بنفهمها في نفس الوقت. اللي هنتكلم عنه النهاردة مش مجرد قصص خيال، لأ، دول مشاهير حقيقيين تنبأوا بموتهم الفعلي. ومش بس تنبأوا، ده في منهم كمان اللي وصف الطريقة بالتفصيل، كأن القدر كان بعت لهم رسالة، أو شبح الموت زارهم في الحلم. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وهات يلا كالعادة مج الشاي أو القهوة المميز بتاعك عشان نغوص سوا جوه الفيديو. يلا بينا، جبتهم؟ يلا يا سيدي. بوب مارلي هو أسطورة الريجي الجامايكي. لما كان عنده 24 سنة دخل بار وقال لأصحابه: أنا عارف إني هموت وأنا عندي 36 سنة. الكلام ده كان غريب لأنه كان في قمة شهرته، لكنه بعد سنين مات بالظبط وهو عنده 36 سنة في 11 مايو 1981 من مرض جلدي نادر انتشر في جسمه كله بعد ما رفض يتعالج بسبب معتقداته الدينية. القصة التانية، توباك شاكور مغني الراب الأسطوري. في لقاء تلفزيوني في سنة 1996 لما سألوه عن مستقبله قال: أنا متوقع إني هكون في مقبرتي الفترة الجاية. وفي أغانيه وصف إنه هيتضرب بالرصاص ويموت، وحتى عمل فيديو موسيقي بيمثل إنه بيموت فيه. وبعد شهرين تقريبا وفي 7 سبتمبر 1996 اتضرب برصاص في سيارة في لاس فيجاس، ومات بعد 6 أيام وهو عمره 25 سنة. اقتنعت؟ طب أقول لك على القصة الثالثة، الأميرة ديانا قبل وفاتها ب10 شهور كتبت مذكرة سرية لخادمها الخاص، قالت فيها إن زوجها تشارلز بيخطط لها لحادث السيارة عشان يتجوز اللي بيحبها. وفعلا في 31 أغسطس سنة 1997 ماتت في حادث السيارة في نفق ألما في باريس مع صديقها دودي فايت، والسواق كان سكران وماشي بسرعة فوق 100 ميل في الساعة. هي اتصابت في راسها وصدرها وتوفت بعدها. وبعيدا عن السياسة، التنبؤ ده خلى الدنيا تتقلب بعدها. القصة الرابعة، مايكي ويلش عازف الجيتار في تويزر. في 26 سبتمبر في 2011 كتب على تويتر انه حلم بموته بسكتة قلبية في شيكاغو في نهاية الاسبوع اللي جاي، وقال: حلمت اني مت بأزمة قلبية في شيكاغو، انا لازم اكتب وصيتي. وفعلا عرض مقتنياته للبيع، والناس اتهموه انه بيحاول يجمع فلوس، لكنه وبعد 13 يوم بالظبط وفي 8 اكتوبر 2011 لقوه ميت في فندق في شيكاغو من جرعة زايدة من الهيروين سببت له سكتة قلبية وتوفى في الحال. رامي شمالي المطرب اللبناني اللي شارك في برنامج ستار أكاديمي، في آخر لقاء ليه في البرنامج قال إنه بيجيله كابوس مستمر إنه راكب عربية مع أصحابه وعمل حادثة ومات. وللصدف إنه بعد شهور قليلة، وبالتحديد في 29 يوليو في 2010 كان في زيارة لمصر، كان راكب عربية مع صاحبه على كوبري 6 أكتوبر وعمل حادثة ومات فورا. مات وهو عمره 22 سنة. والصادم إنه قبل يوم واحد قابل صديقته اللي اسمها رحمة ووصاها على والدته كأنها بيودعها، وبالفعل الكابوس اتحقق بنفس التفاصيل. علاء ولي الدين الفنان المصري الكوميدي، قبل وفاته بسنة شاف حلم مرعب عن موته، واخواته اكدوا انه اشترى مقبرة وكان بينزل يقرأ القرآن فيها مع حد، وختم القرآن جواها كمان، واشترى مسك الغسل اللي بيتغسل بيه الموتى، وده مسك مشهور جدا في السعودية، واشترى كفنه كمان. وبعد سنة بالضبط وفي التحديد 11 فبراير 2003 توفي فجأة في أول أيام عيد الأضحى بسبب مضاعفات مرض السكر عن عمر 40 سنة وهو في قمة نجاحه. رحم الله على ولي الدين. قصة 7، فرانك باستوري لاعب بيسبول سابق ومذيع راديو أمريكي. في آخر لقاء ليه على الهوا في 19 نوفمبر 2012
اتكلم عن حبه لسواقة الدراجات النارية وقال: أنا ممكن أموت دلوقتي على الطريق بسبب غباء بعض السواقين اللي بيكسروا عليا ويضربوني. لكنه هو للمفارقة بعد 3 ساعات بالظبط وهو راكب على دراجته على نفس الطريق اللي ذكره في كاليفورنيا، عربية هيونداي ضربته من ورا وطار من الدراجة واتصاب في راسه إصابة شديدة ودخل في غيبوبة لمدة شهر، ومات بعدها في 17 ديسمبر 2012 عن عمر 55 سنة. لحد هنا ودول المشاهير اللي اتنبأوا بموتهم وانتهى بيهم المطاف زي ما وصفوا بالتفصيل. بوب مارلي مات وهو 36 سنة زي ما قال، توباك اتضرب برصاص زي ما ذكر في أغانيه، ديانا في حادثة عربية زي ما قالت في مذكراتها، مايكي بسكتة قلبية في شيكاغو زي تغريداته على تويتر، رامي في حادث على الكوبري زي كابوسه، علاء ولي الدين حضر مقبرته قبل الوفاة، وفرانك مات على الطريق زي كلامه على الراديو. من هنا يا صديقي أقدر أقول لك إن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الدنيا، مفيش حد يقدر يهرب منه ولا قضاءه. محدش يقدر يهرب من قضاء ربنا اللي كتبه. كل اللي تقدر تعمله إنك تستعد له بالعمل الصالح والتوبة عشان تلاقي ربنا راضي عنك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير عشان غيرك يعرف. والسلام.